هلو أنا نغم زايد وده فيديو جديد من سلسلة 30 Day English Challenge رمضان Edition اللي فيها هساعدك تتكلم انجلش في 30 يوم بس. وفي فيديو النهارده هنجاوب اسئلتكم. وعلى مدار ال10 ايام اللي فاتوا كنا معاكم بنديكم تيبس كل يوم عن ازاي تنموا لغتكم، وال10 ايام الجايين هنبقى معاكم بنجاوب على كل اسئلتكم والصعوبات اللي بتواجهكم في اللغه. سمسومه بتحاول تستمتع بالانجلش بس في نفس الوقت هي شايفه ان هي بتأفور زياده عن اللزوم فالمتعه بتاعتها بتروح. فتعالى اقول لكم ازاي تبقوا بتتعلموا انجلش وبتستمتعوا في نفس الوقت. لو بتحب الافلام والمسلسلات افتح قناه Learn English with TV Series اللي فيها كميه كبيره جدا من الفيديوز عن كل الافلام والمسلسلات اللي احنا اتعودنا عليها وبنحبها، بيطلع لك منها مشاهد يعلمك منها البرونسيشن رولز، الجرامر، وكمان كلمات ومصطلحات وايديومز وفوكابيولاري كتير جدا مفيده. نصيحتي اتفرج على الفيلم الاول واستمتع بيه، وبعد كده شوف الفيديو اللي بيتكلم عن الفيلم وطلع منه الكلمات وابدا امشي مع الفيديو ستيب باي ستيب وتعلم معاه الفوكابيولاري، وشوف يا ترى لقطتها وانت بتتفرج ولا ما خدتش بالك منها غير لما شفتها في الفيديوز. اما لو ما بتفضلش الافلام والمسلسلات سواء بتزهق منها او ما بتحبش تتفرج عليها، قناه ريل لايف انجلش هتبقى مناسبه جدا. فيها بودكاست عن مواضيع مختلفه كلها مواضيع من الريل لايف، فهتحسوا ان انتوا بتتفرجوا على بلوج هتستمتعوا جدا بيها. كمان هتتعلموا منها فوكابيولاري جديده، هتتعلموا structures idioms جديده، advanced words، كمان pronunciation rules. ولو عملتوا بقى معاهم shadowing هتستفيدوا كمان اكسترا. القناه ممتعه جدا مش هتحسوا بزهق منها خالص. كمان بيتكلموا في topics مختلفه فممكن تنقي التوبيك اللي انت interested ليه علشان تستمتع اكسترا. اما لو زهقت من الشادوينج بالطريقه التقليديه فقناه enjoy english practice هتبقى الحل الامثل ليك. بيجيب لك قصه فيها شخصين انت بتبقى شخص منهم، وبيبدا ان واحد يتكلم ويستناك انت ترد بالسكريبت اللي مكتوب قدامك. كمان اوقات بيخلي الشخص يتكلم وانت تردد وراه ويدي لك وقت انك تردد وراه، فده بيساعدك تعمل الشادوينج بطريقه صحيحه. في نفس الوقت بتحس كانك بتمثل كده وبتستمتع بالموضوع، فما بتبقاش حاسس خالص ان انت بتذاكر. اما بقى لو مش عارفين اصلا الشادوينج فارجعوا للفيديوز القديمه، انا كنت عامله فيديو بالتفصيل عنه. واحسن قناه تقدروا انكم تعملوا معاها الشادوينج بالنسبه لي هي قناه Accents Way English اللي عامله فيديوهات مفصله جدا عن الشادوينج، وكمان بتعمل فيديوهات شادوينج تعلمك فيها ازاي تعمل شادوينج من افلام ومسلسلات. بتعمل معاك كمان شادوينج ستيب باي ستيب كانك بالظبط قاعد مع الترينر. الفيديوز بتاعتها ممتعه جدا، هي الفايبس كمان بتاعتها لذيذه جدا، فيو ويل انجوي ات. مش هتحسوا خالص بانكم بتذاكروا، وكمان هتعملوا شادوينج بطريقه صحيحه لو بتتلخبطوا او بتستخدموا تكنيك غلط. زي ما قلت لكم مهم قوي انكم تربطوا اللغه بحاجه انتوا بتحبوها، علشان كده مهم انكم تلاقوا قنوات واكتيفيتيز ومصادر تبقى عن التوبكس اللي انتوا اوريدي انترستد ليها. علشان كده انا في الفايل ده جمعت لكم قنوات بتوبكس كتيره جدا مختلفه. هتلاقوا فيها كمان شادوينج اكسرسايز بالبريتش والامريكان اكسنت على حسب انت عايز تتمرن على ايه. كمان هتلاقي قنوات تيك توك، هتلاقي قنوات انستجرام، هتلاقي كمان ابلكيشنز بتركز على سكيلز مختلفه سواء كنت عايز تركز على listening او speaking او writing او reading. هتلاقيني حاطه لك الابلكيشن اللي يساعدك في السكيل اللي انت عايزها. ولو عايز الفايل ده اعمل لنا كومنت عشان اسيب لك اللينك بتاعه. ولو انت قد التحدي وعايز تكمل معانا وتتحدى نفسك وتحسن الانجليش في 30 يوم بس follow us for more. باي باي.